16. فريق الرجاء متقدم، ويمكن ان نقول بهذا الاداء اللي كان بناء الهجمات والرد على هذه الهجمات والمحاوله يحاول كورتو كتضيع كترجع عند الراقي. كوكو اتجاه الصالحي كيمر بطريقه جميله عند متولي سريع، جوج ديال المهاجمين وجوج ديال المدافعين. متولي كيعرض على كورتو كيمر كره جميله الجهه اليمنى، فرصه عند ياجور كيزداد محسن متولي كيرفع كره الجهه اليمنى بطريقه جميله اتجاه الهاشمي غيبحث على العرضيه، كيرفع كره دايريه راسيه. اخطر كره للرجاء كانت في القائم الافقي لمرمى الوداد والحارس عقيل. شوفوا الاعاده الكره كانت او كان فريق الرجاء قريب تحت التسجيل عن طريق كوكو. متولي يرفع كره دايريه اتجاه ياسين الصالحي داخل منطقه العمليات كيمرر. محاوله اخرى تلعب صالحي كيبحث على التمرير كيمرر الكره جميله فرصه ياجور داخل منطقه العمليات. محسن ياجور يحقق حلم كان يراود في اكثر من مره، هو ان يسجل في مرمى الوداد بعدما سبق وان سجل في مرمى الرجاء الهدف الاول في المواجهه في الديربي 116 لفريق الرجاء عن طريق محسن ياجور. كره اماميه فيفيو مابيدي تجاه ياجور تجاه الصالحي هناك كاروشي. الصالحي غيبعد كره كتقطع عند متولي كيرفع كره اتجاه ياجور طريقه جميله. محسن ياجور يسجل الصعب لانه ما عرفش شنو غيدير بالكره. ياجور كتضيع عليه كتصبح هجمه. وليد مقطوعه مره اخرى. تولي كيمر الكره جميله فرصه باش تسلل فرصه فريق الرجاء عن طريق محسن متولي يضيع فرصه تسجيل الهدف الثاني وتألق الحارس عقيل بطريقه جميله جدا لانقاذ مرمى فادلتنا. ضغط فريق الوداد فادلتنا يتواصل. فرصه كيمر الكره فرصه متولي وانتهى سيناريو الديربي وانتهت المواجهه بكل صراحه بهذا الهدف الثاني الذي سجله محسن ياجور. تضمت كره للحارس عقيل. يا له من سيناريو في هذا الديربي 116. فريق الرجاء متقدم، ويمكن ان نقول بهذا الاداء اللي كان